ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في اولى حلقات كورس السوشيال ميديا اللي هنتعلم فيه مع بعض ازاي ان احنا نعمل اعلانات ممولة على الفيسبوك وعلى الانستجرام، واعلانات ممولة على جوجل ادز وعلى اليوتيوب. وهنتعلم من خلال الكورس لو انا عندي منتج ومش عارف ان انا ابيعه او اسوق ليه، ازاي ان انا اسوقه واعمل له ماركتنج كويس واعلان كويس جدا على الفيسبوك وعلى الانستجرام باقل التكاليف. لو انت برضو عايز تشتغل فريلانس بجانب الشغل او تعمل شيفت كارير، فالكورس ده هيفيدك جدا. وقبل ما نبتدي نعمل اعلانات ممولة، لازم في البداية نهيئ الصفحة بتاعتنا علشان تبقى مهيئة لاستقبال العملاء ويشوفوا ان الصفحة مليانة وفيها ريفيو وفيها شغل تاني غير المنتج اللي انا بسوقه على الفيسبوك. يلا بينا نبدأ نعمل صفحة على الفيسبوك وما نضيعش وقت. اول حاجة، لو انت الفيسبوك بتاعك عربي، هستأذنك ان انت تخليه انجلش علشان تبقى ماشي معايا بالظبط. بنبدأ بخش على الصورة بتاعة الاكونت بتاعتي، وبعد كده طبعا هي بتبقى عندك على الشمال، وبعد كده بنزل على الاعدادات والخصوصية، وبعد كده بنزل على اللغة وبختار من هنا لغة الفيسبوك وبختار انجلش يو اس. بقعد كده ادور على انجلش يو اس. بعد ما بختار انجلش يو اس يا شباب، بلاقي عندي من هنا 9 نقط بدوس كده عليها. بلاقي عندي ان انا كرييت، يعني انشاء بوست. لو انا بعمل بوست او منشور ليا انا، بعمل ليا حالة او ستوري ليا برضو انا في الاكونت بتاعي انا. ريل دي اللي هي الفيديو اللي هو مقاسه طويل شوية. ولايف ايفنت لو انا مثلا عندي مناسبة معينة. وهلاقي بعد كده شدد لي خط. الخط ده كل اللي قبله ده يخص الاكونت بتاعي انا، شخصي انا، ملوش علاقه بصفحه معينه. وبعد كده بعد الخط بيقول لي ان انت بقى تنشئ صفحه، ان انت تعمل اعلان ممول، ان انت تعمل جروب، ان انت برضو تعمل ايفنت، او ان انت تعمل تبيع حاجه على الماركت بليسمنت. وعندي هنا الماركت بليس ده لو انا عايز ابيع حاجه زي المتجر بتاع اوليكس والمتاجر اللي هي الالكترونيه، وده بيكون مجاني تماما. طيب اول حاجه بندوس عليها هي البيج، وبعد كده بيطلب مني 3 حاجات اساسيه. بيقول لي اسم البيج بتاعتك. اسم البيج بتاعتك ما ينفعش تكون اسمه مختصر، زي مثلا لو انا هعمل صفحه باسم فيسبوك، ما ينفعش ان انا اخليها f.b، ما ينفعش خالص. فلازم اكتب الصفحه بتاعتي ولنفترض infinity for course. بعد كده بنزل على الكاتيجوري، بيقول لك هي الفئه بتاعت الصفحه ايه. يعني الصفحه دي بتاعت ملابس، الصفحه دي بتاعت دكتور، الصفحه دي بتاعت سيلز مثلا عقارات. يعني الصفحه دي بتبيع ايه او هتسوق ايه بالظبط، ايه المنتج بتاعها. فمثلا انا هقول له ان الصفحه دي هتبيع هدايا، فانا مثلا بكتب له جيفت. طيب لو انا مثلا عندي اللغه مش الطف حاجه، ممكن عادي سهل جدا بخش على جوجل وبفتح الترجمه بتاعت جوجل وبقول له مثلا كلمه هدايا، فكتب لي مثلا كلمه جيفت. باجي هنا وبحطها. وما ينفعش ان انا اكتب الكلمه واسيبها كده، لا، لازم ان انا اكتب الكلمه واختار حاجه من هنا. يعني لو هتلاحظوا هنا ما عمليش علامه صح زي هنا. فاقرب حاجه عندي هنا لكلمه جيفت هي جيفت شوب، محل هدايا. وبعد كده البايو ده اللي هو بكتب فيه ان نحن مثلا متخصصون في صناعه الهدايا منذ عام 1990 ولنفترض. يعني بتكتب كده حاجه صغيره ديسكريبشن ليك انت. طيب الديسكريبشن ده مش عايزك ان هو يشغل دماغك قوي، لان هعلمك ازاي ان انت تغيره اصلا من جوه الصفحه. بعد كده بندوس على كرييت بيج، وبعد كده هنفضل ندوس على نيكست 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 نيكست. مش شرط ان انت تحط اي بيانات موجوده، انا هوريك ازاي ان انت تغير البيانات دي وتضيف البيانات دي من جوه الصفحه. بعد كده بيقول لي الويب سايت بتاعك، رقم التليفون، كل الكلام ده هقدر ان انا اغيره من جوه البروفايل. نيكست دان. بيفتح معايا الصفحه بتاعتي هنا. ادي الصفحه بتاعتي بقت موجوده، انفينيتي فور كورس. وطبعا دي صوره البروفايل بتاعي، وده الكفر بتاعي. وهنلاحظ ان عندي هنا الصوره بدل ما كانت صورتي انا، صوره البروفايل بتاعي انا او صوره الاكونت بتاعي انا، بقت صوره الحساب او الصفحه بتاعه انفينيتي فور كورس. وده بينقلنا لنقطه تاني، هو ان لو انا دوست هنا هلاقي الاسم بتاعي والاكونت بتاعي انا، وهلاقي ان انا موجود دلوقتي في انفينيتي فور كورس، وهلاقي ان دي صفحه عندي. ولو دوست على سي اول بروفايلز هلاقي دي صفح انا صاحبها او انا مشترك فيها، ادمن فيها او مسؤول عنها. فلو انا عايز ارجع تاني للاكونت بتاعي، بقدر ان انا ادوس من هنا واختار الاكونت بتاعي من هنا، فبيعمل لي حاجه زي اسمها سويتش او تحويل، بيدخلني على الاكونت الاساسي بتاعي. ولو انا برضو عايز ان انا اخش على الصفحه، هنلاقي الصفحه عندي هنا على الشمال، او لو دوست على سي مور من هنا هنزل تحت هلاقي عندي حاجه اسمها بيجز.
الصفحات بتاعتي. هلاقي برضو ان الصفحه بتاعتي موجوده هنا. لو نزلت تحت شويه هيقول لي اعمل لايك او مسج او سويتش ناو، وهلاقي ان في حاجات هنا مقفوله، وده دليل اني داخل على الصفحه كاني كاستمر عادي جدا. ليه؟ لان انا هنا داخل بالاكونت بتاعي انا الشخصي، يعني داخل اكني عميل عادي جدا. يعني على سبيل المثال تعال نفتح صفحه هنتكلم عليها طول الكورس، وهي اسمها انفينيتي فور برنت، ودي صفحه هدايا زي اللي احنا لسه عاملينها. ولو نزلت تحت هلاقي برضو ان انا داخل لايك ومسج. ولو نزلت تحت شويه هلاقي ان البوست ده سيبك من اللي مكتوب وسيبك من الصوره، ملوش علاقه خالص بالصفحه، ولكن يهمني ان هو هنا جايب لك هنا مثلث لونه اصفر وبيقول لك ان انت خلي بالك لو عملت هنا كومنت هيتعمل باسمك انت، اكنك انت كاستمر عادي جدا. طيب في الحاله دي لو انا بقى عايز اخش على الصفحه من جوه، بدوس زي ما اتفقنا على الاكونت بتاعي من هنا، وبختار سي اول بروفايلز، وبختار الصفحه بتاعتي اللي هي انفينيتي فور برنت سويتش، وبتاكد ازاي ان انا بقيت جوه الصفحه. لقيت عندي هنا حاجه اسمها بروفيشنال داشبورد، وعندي هنا الحاجات اللي كانت مقفوله زي السيتنج بقت مفتوحه، اقدر ان انا اخش عليها. طيب اول حاجه عندي البروفايل بيكتشر بتاعتي، وعندي هنا ده الكفر بتاعي، وعندي هنا ده الفول نيم بتاعي، وهنعرف يعني ايه فول نيم. وعندي هنا اليوزر نيم بتاعي، وعندي هنا بيقول لي 15000 لايك، وعندي 17000 فولورز. وبعد كده لو نزلت تحت انا اتفقت معاكم ان احنا نقدر نغير البايو اللي هو الديسكريبشن، وهو هلاقيه في الزرار بتاع البوست. اقدر ان انا اعمل اديت بايو، اقدر ان انا اغير الديسكريبشن بتاعي. ده رقم واحد. تاني حاجه عندي زرار اسمه اباوت. لو انا دوست على الاباوت ده هلاقي ان عندي الكاتيجوري بتاعي اللي هو كان رقم 2 اللي هو الصفحه بتاعتك بتبيع ايه. فاحنا اتفقنا ان انا كتبت جيفت شوب. في حاله ان انت عايز ان انت تعدلها من هنا، ولكن للامانه ده ما يفضلش، يعني الصفحه دي اتفتحت ان هي صفحه بيع هدايا، خلاص ما يفضلش ان هي تتغير. بعد كده بيقول لي لو انت عايز تحط ادرس بتاعك، عنوان مثلا ليك، حاله مثلا ان انت عندك مكان بتبيع من خلاله، او لو انت مثلا عياده دكتور وبتكتب العنوان بتاعك، لو انت عايز تكتب زي مناطق توزيع، لو انت شركه وعندك اكتر من منفذ بيع، لو انت عايز تحط مثلا رقم تليفون وعايز تحط رقم واتساب، مش شرط الاثنين يكونوا واحد. وهنا عندي ده الايميل بتاع انفينيتي فور برنت، وطبعا هنلاحظ ان انا عامل ايميل باسم انفينيتي فور برنت باسم الصفحه بتاعتي. ده يفضل ان احنا الصفحه اللي انا هعملها اسمها كذا، فانا يفضل ان انا اروح اعمل لها ايميل مخصص باسم الصفحه، لان ما ينفعش ان انت مثلا تخش على شركه مرسيدس وتلاقي لو انت مثلا عايز تبعت لهم ايميل تلاقي حاطين في الايميل بتاعهم kukulovmiki44@gmail.com. ده اكيد حاجه مش منطقيه خالص. طيب بعد كده يا شباب بننزل تحت بلاقي ان بيقول لي لو انت عايز تضيف ويب سايت، زي مثلا امازون عندها صفحه على الفيسبوك ولكن حاطه ويب سايت اللي هو اللي احنا بنشتري من خلاله. وعندي هنا اوبشن تاني اسمه اد سوشيال لينك. سوشيال لينك ده بقدر ان انا اكتب له اليوزر نيم، وهنعرف مع بعض ايه هو اليوزر نيم. بيبقى اد اسم كده هوريه لكم بيبقى موجود فين، زي الاسم ده كده اللي هو بيبقى مثلا بعد الفيسبوك سلاش انفينيتي فور برنت، ده اسمه اليوزر نيم، وهنعرف بالتفصيل مع بعض ايه هو اليوزر نيم بالظبط. بقدر ان انا اجيب اليوزر نيم بتاع الانستجرام، ولو انا عندي تيك توك او يوتيوب اكس اللي هو كان تويتر سابقا، وسناب شات، وهكذا. بعد كده بننزل تحت يا شباب بلاقي ان انا عندي الهاورز هنا، بقدر ان انا اعدل فيها. انا كده مخليها ان هي تبقى شغاله على طول، ولكن لو انا مثلا انا عياده وعايز ان انا اقول يا جماعه انا بفتح من الساعه 9 للساعه 5 ويوم الجمعه مثلا اجازه، فباجي هنا على حاجه اسمها اوبن اون سيلكت اورز، بنزل تحت بلاقي ايام الاسبوع موجوده. باجي مثلا هنا عند يوم الاثنين زي ما اتفقنا بفتح من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه مثلا 5 بي ام، وهكذا. طيب في حاله ان انا عايز اقول ان انا يوم الجمعه مثلا اجازه، بسيبها فاضيه خالص. يعني على سبيل المثال لو رحنا دايسين سيف دلوقتي هنا هنلاقي ان اليوم الوحيد اللي انا ببقى شغال فيه هو من 9 اي ام لغايه 5 بي ام، كل الايام دي اجازه. طيب الكلام ده بيظهر معايا فين؟ بيظهر مع العميل او معايا لو انا في الصفحه الرئيسيه اللي هي البوست، بلاقي ان انا اهو الاورز موجوده ان انا شغال على طول. طيب في حاله ان انا مثلا عدى الساعه النهارده الاثنين زي ما احنا كنا عاملينها مثلا، وعدت الساعه 5، فبلاقي هنا كلوزد. وبنلاقي برضو ان الجيميل بتاعنا والبيانات الموجوده جوه الاباوت كلها بتبقى موجوده هنا. يعني على سبيل المثال لو انا كنت حاطط رقم تليفون او رقم واتساب كان الارقام هتبقى موجوده هنا. عندي بعد كده زرار مهم جدا وهو البروفيشنال داشبورد، ولو دوست عليه بيجيب لي التحليلات بتاعه الصفحه في اخر 28 يوم، واقدر من هنا ان انا اخليها من 60 يوم او 90 يوم، اخر 90 يوم، او اقدر ان انا اقول له كاستم ان انا بقول له من مده معينه.
ولكن انا حابب ان انا اوضح لك نقطه. صفحه اصلا بقالها فتره كبيره مش شغاله، فالتحليلات هتلاقي ان التحليلات واقعه شويتين ثلاثه. طيب تعال نشوف مع بعض ايه بقى الفيو ده، وايه الانتراكشنز، وايه النت فولورز. عندك هنا الفيوز، وهو كام حد شاف الصفحه، كام حد شاف دخل على الصفحه. وهو يوم 15/7 دخل عندي 25 شخص، وعندي هنا يوم 19/7 دخل 9 اشخاص، وهكذا. طيب الانتراكشنز دول ده اللي هو كام حد عمل لايك او كومنت او شير او عمل رياكت على البوستات بتاعتي. وهنا بنلاقي النت فولورز اللي هو الصافي بتاع الفولورز، اذا كان ناس عملت فولورز جديده او ناس شالت الفولو من على الصفحه. ومع الوقت هقول لك ليه ان في مثلا 17 او في ناس ممكن الفولورز بتاعتها ان هي تقل. هنعرف ده من خلال الكورس. يعني على سبيل المثال ممكن يبقى الرقم فيه 3 جداد عملوا فولو، وفي 20 شالوا الفولو، فالتوتال بتاع الرقم ده -17. يعني 3 بالموجب وعندي 20 بالسالب، فبيديني -17. هتلاقيني دلوقتي بوريك اكتر من صفحة، هوريك في حاجات هوريها لك في صفحة شغالة، وفي حاجات هرجع تاني لانفينيتي 4 برنت اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. فانا دلوقتي هخش على صفحة تانية، هنلاقي ان الصفحة دي موجود فيها في اخر 7 ايام هلاقي ان في 14066 فيو، يعني 14066 شخص دخل شاف الصفحة. وهلاقي ان هنا زيادة 6% عن ال7 ايام اللي قبليها. يعني طالما هنا انا جاي 7 ايام، فهو بيقول لي ان 6% زيادة عن كمان ال7 ايام اللي قبليها. يعني انا لو بتكلم في خلال 14 يوم. حد فاهم حاجة؟ اعتقد ان محدش فاهم حاجة. تمام، نخش على اللي بعده. عندي هنا 207 مسج جات لي، وال 207 ديت زياده عن السبع ايام اللي قبليها كمان. يعني على سبيل المثال لو انا بتكلم في ال 207 دول من يوم 2/8 ليوم 8/8، هم ازيد من السبع ايام اللي قبل 2/8. وعندي هنا برضو في الانتراكشنز 164 لايك وكومنت وشير، وعندي هنا الفولورز زادوا 4، ولكن ده اقل 67% مقارنه بالسبع ايام اللي قبليها. يعني تقريبا كانوا السبع ايام اللي قبليها اللي قبل 2/8 كانوا ازيد من 4، يعني تقريبا مثلا بنتكلم في 6 او 7 فولورز. طيب محتاج اعرف تحليلات اكتر شويه، او اعرف مثلا الصفحه دي فيها رجاله اكتر ولا سيدات اكتر. فبدوس مثلا هنا على الانسايت، وعندي دي كلها تحليلات. فباجي هنا عند الاودينس يا شباب، هنا بيقول لي ان عندي توتال الفولورز على الصفحه 32892. ولو نزلت شويه تحت هلاقي ان عندي هنا بقى متقسمين لسيدات ورجاله، ولكن الصفحه دي اساسا بتبيع منتجات للسيدات، فهنلاقي ان عندي هنا السيدات اكتر بكتير من الرجاله. يعني الرجاله بصوا الجزء الصغير ده خالص. وعندي هنا طبعا بيقول لي ان السيدات اللي موجوده من سن 35 ل 44 هم الفئه الاكتر، وهكذا 25 ل 34. يعني انا تقريبا بتكلم الرينج بتاعي من اقل حاجه اللي هو من 18 لغايه مثلا، يعني مش هناخد الرقم ده عشان ده قليل، ولكن مثلا لغايه 54. يعني انا في استهدافي للاعلانات بستهدف تقريبا من 18 ل 54. طيب كمان جايب لي التقسيمه بتاعتهم، هم كام شخص في القاهره، وكام شخص في اسكندريه، وكام شخص في الجيزه، النسب يعني بتاعتهم. وعندي النسبه الاساسيه اللي هي الدوله بقى نفسها اللي هي مصر، عندي 98% من مصر، وعندي 4% من السعوديه، وهكذا. هرجع تاني من هنا هلاقي ان عندي زرار مهم جدا اسمه البيج اكسس، ولكن هرجع للصفحه بتاعه انفينيتي 4 برنت. هدوس من هنا على زرار البيج اكسس، وده وظيفته ان انا اضيف ادمن، او ان انا اشيل ادمن، او ان انا اضيف مثلا حد هيشتغل معايا اعمل له تاسكات. يعني ولنفترض ان انا دوست كده على اد نيو اللي فوق ده، هنا بقدر ان انا اضيف ادمن جديد. لو دوست مثلا مينا لطيف اقدر ان انا اضيفه ادمن، بيبقى مسؤول على كل الكلام ده. وكمان بديله من هنا فول كنترول، يعني يقدر يعمل كل حاجه. اول لما بدوس على جيف اكسس بيتبعت له نوتيفيكيشن كده بيقول له ان الصفحه بتاعت انفينيتي 4 برنت بتدعوك ان انت
تبقى ادمن وتبقى مسؤول عنها، وهو يا بيوافق يا بيرفض. والنوتيفيكيشن ديت بيبقى ليها اكسباير ديت وهو 31 يوم، يعني لازم خلال ال 31 يوم يا اما يوافق يا اما يرفض. ولو ال 31 يوم دول عدوا بيبقى النوتيفيكيشن ده خلاص اكسبايرد، فببعت له واحد جديد. وعندي هنا لو انا عايز اضيف اد نيو من الشكل ده من التاني واحده، ده هنا شخص مثلا هيشتغل معايا ولكن بديله اوبشنز معينه، يعني مثلا بفتح له اوبشن ان هو يقدر كرييت بوست، او ان هو يشيل بوست، او ان هو يرد على الرسائل، او ان هو يرد على الريفيو، او ان هو يعمل اعلان، او ان هو يشوف التحليلات او ما يشوفش التحليلات بتاعتي. فبديله اوبشنز معينه. ولكن ايه الفرق برضو ما بينهم؟ الفرق هنا ان الادمن ده بيبقى فول كنترول. يعني ايه فول كنترول؟ يعني زياده شويه عن الشخص اللي تحت هنا اللي انا مديله اوبشنز، وهو انه يقدر يشيلني. يعني على سبيل المثال انا ويوسف مثلا هنا ادمن، لو لا قدر الله مثلا انا ويوسف بعد الشر حصل ما بيننا اي مشكله، اقدر ان انا اشيله من هنا. وده طبعا حد بيسال طب ما انا كده بلاش ان انا اضيف ادمن. لا بالعكس، الادمن مهم جدا، برغم انه ممكن لو حصل مثلا خلاف واحنا مثلا شركاء ممكن يخش يشيلني، وهنا هتبقى مسابقه مين اللي يشيل التاني اسرع. ولكن يا شباب هو مهم جدا جدا جدا، علشان لا قدر الله لو حد بيحاول ان هو يخترق الاكونت بتاعي انا كميخائيل، ففي الحاله دي بكلم يوسف وبقول له خش شيلني يا يوسف من على الصفحه. ليه؟ لان ممكن الشخص اللي بيسرق الاكونت بتاعي ممكن يخش ويروح شايل يوسف يعني بالشكل ده كده ريموف اكسس، وبعد كده يروح ضايف نفسه ادمن، وبعد كده يفتح الاكونت بتاعه هو ويشيلني انا. فاهمين اللفه دي ماشيه ازاي؟ فوجود الادمن ده مهم جدا جدا جدا. طيب هقفل ده يا شباب، وهقفل دي برده مش عايزينها. وعندي بعد البيج اكسس عندي هنا حاجه اسمها لينكد اكونت. لو دوست كده عليها هلاقي شكل الربط كده بيقول لي لو انت عايز تربط الانستجرام بالفيسبوك، ولو انت عايز تربط برضو الواتساب من هنا زي الاوبشن اللي كان في الاباوت. فلو دوست على الانستجرام بلاقي طبعا هنا ديسكونكت، يعني انا كده اساسا رابط الانستجرام بتاعي. حتى هلاقي هنا اليوزر نيم بتاع الانستجرام موجود هنا، معناها قطع الاتصال لو انا عايز ان انا اوقف الاتصال. لكن انت حضرتك بتخش بتلاقي هنا في حاجه اسمها كونكت اكونت، بتدوس كده عليها وبيقول لك افتح الانستجرام بتاعك، تلقائي بتلاقيه ربط الاتنين ببعض. وما تنساش قبل ما تخرج برضو بعد ما تربط الانستجرام بالفيسبوك ان انت تفتح المسج انبوكس، وده هيفيدنا قدام شويه لما حد يبعت لك رساله على الانستجرام، بدل ما تقعد تخش ترد على الناس على الفيسبوك وبعد كده تفتح الانستجرام ترد عليهم، لا هيبقى كل حاجه مربوطه عندك بالفيسبوك زي ما هنشوف بعد شويه. هنقفل دي كمان. بعد لينكد اكونت يا شباب في عندي البيج ريكومنديشن وعندي البيج سيت اب، والحاجات دي يا شباب موجوده لكن انا هوريها لك في المكان الاساسي بتاعها. يعني احنا ممكن نستخدمها من هنا، ولكن انا عايز اوريك المكان الاساسي بتاعها علشان لو حصل ابديت زي ما بيحصل في الفيسبوك فالاماكن بتاعتها بتتغير. فانا هوريك الاماكن الاساسيه بتاعتها موجوده فين، وده من خلال ان انا هرجع للصفحه بتاعتي وبعد كده بخش على السيتنج من هنا او من هنا عادي، بدوس هنا على الصوره بتاعه الصفحه بتاعتي وبنزل على سيتنج اند برايفسي، ومن خلال سيتنج دي او دي مش هتفرق. بعد كده يا شباب بنزل على الشمال بلاقي البيج سيت اب اهي موجوده عندي هنا، وده بحتاج نقطه معينه وهي نقطه النيم. ده في حاله ان انا عايز ان انا اغير اسم الصفحه، وللامانه ده ما يفضلش. ولكن لو انت صفحه جديده بتخش بتلاقي ان ما عندكش اصلا يوزر نيم، وهنا نبتدي نعرف ايه الفرق ما بين اليوزر نيم والفول نيم. يعني احنا كده لو دخلنا هنلاقي ان ده الفول نيم. طيب ادي اليوزر نيم اهو، وادي الفول نيم. الفول نيم ده هنلاقيه ممكن اي حد ياخد الاسم ده. يعني على سبيل المثال مثلا كان موجود شخص في العالم اسمه احمد، ناس كتيره جدا. طب احمد محمد، ناس كتيره جدا. طيب هتلاقي ان في ناس في الفيسبوك كتيره اسمها احمد محمد، ولكن اللي يفرق ما بين احمد محمد وشخص تاني اسمه احمد محمد هو اليوزر نيم بتاعه اللي هي اكنها البصمه بتاعته. حتى هنلاقي هنا ان انفينيتي فور برنت اخرها تي واحده، لكن هنا هنلاقي ان فيها 2 تي. ليه؟ لان لما جيت ان انا استخدم تي واحده قال لي لا ده في شخص تاني استخدم الاسم ده وخد التي واحده بس. طيب هنلاقي برضو ملاحظه بسيطه ان الفول نيم اقدر ان انا احط فيه حروف كابيتال وحروف سمول ومسافه، لكن هنا هنلاقي ان كله سمول ومفيش بينهم اي مسافه خالص. طيب باجي هنا وبضيف يوزر نيم جديد. حتى هنا لو جيت ان انا اشيل التي وانا معاكم اهو هيقول لي ان اليوزر نيم ده نوت افيلابل، يعني ده غير متاح دلوقتي. فانا طبعا بستخدم التي رقم 2، ولو زودت تي كمان هيقول لي اعتقد ان هو تمام، يعني ما اعتقدش في حد بالظبط كده. وطبعا لما هتدوس على سيف تشينج
هيبتدي ان هو يقول لك طيب اكتب الباسورد بتاعك. طبعا الباسورد ده مش بتاع الصفحه، الباسورد ده بتاع الفيسبوك بتاعك انت، بتاع شخصك انت. طيب ده بالنسبه للبيج سيت اب. بعد كده بنزل على حاجه اسمها فولورز اند بابليك كونتنت. بعد كده يا شباب هننزل تحت شويه هنلاقي في حاجه اسمها شو موست ريفولنت كومنت فيرست، ودي لازم نبقى مشغلينها. طيب دي اصلا بتاعت ايه؟ حضرتك مثلا بتبقى فاتح الفيسبوك وبتلاقي مثلا في فيديو موجود ويقول لك هسيب لك اللينك في الديسكريبشن او هسيب لك الحاجه معينه في اول كومنت. طيب ليه بيكون اول كومنت فيرست كومنت؟ لان هو بيبقى فاتح ده. طب ده برضو معناه ايه الزرار ده؟ معناه ان هو بيخلي الكومنت اللي عليه تفاعل كتير هو رقم واحد. يعني على سبيل المثال الكومنتات اللي بتظهر قدام حضرتك هو ممكن مثلا يكون البوست عليه 5000 كومنت. طيب ال 5000 بيبانوا مره واحده؟ لا، بتلاقي في كومنت بس هو اللي قدامك. لو انا قافل ده هيظهر لي الكومنت الاخير. يعني على سبيل المثال حد داخل عامل له قلب، هو القلب ده هو اللي هيبقى ظاهر قدامك اللي هو الكومنت الاخير. لكن ده معناه ان الموست ريفولنت اللي عليه تفاعل كتير، اللي عليه اهتمام كتير، هو اللي هيبقى في البدايه. يعني على سبيل المثال لو انا عملت كومنت عند الشخص صاحب الفيديو ده والكومنت بتاعي جاب كومنتات اللي هي ريبلايز ورياكشنز كتير، هلاقي ان الكومنت بتاعي غطى على الكومنت بتاع صاحب الفيديو. وبعديها يا شباب عندي الاوبشن ده مهم جدا لازم اكون مفعله، والاوبشن ده معناه ان بيحجب لك او بيمنع لك لو حد مثلا عمل بوست او كومنت عندك على البيج وفيها شتيمه مثلا، ما بيخليش البوست او الكومنت ده اصلا يتنشر. طيب هو الفيسبوك اساسا بيعرف منين ان دي شتيمه او لا؟ طبعا حضراتكم بتبقوا لو شفت مثلا شتيمه او حاجه مكتوبه مش كويسه بتخش على طول بتعملوا لها ريبورت او ابلاغ. من ضمن الاختيارات بتاعه الابلاغ في اوبشن ان احنا بنقول ان دي كلمه مسيئه او كلمه شتيمه. وطبعا لو الكلمه دي اتكررت في اكتر من مكان فبيبقى عنده كده بالبلدي كده زي شيت اكسل في الشتايم اللي بتبقى موجوده، فهو بيحجب لك ان هي تظهر عندك في بوست او في كومنت، ولكن يقدر ان هو يخش يكتبها لك بينك وبينه في المسجات. عندي بعد كده اوبشن تاني بيكمل لي الاوبشن الاولاني، وهنا لو في كلمات معينه انا عايز الفيسبوك ما يكتبهاش برضو في البوستات او الكومنتات بقدر ان انا اكتبها من هنا. على سبيل المثال مثلا لو انا مش عايز حد يكتب لي كلمه حمار بكتبها وبدوس على انتر. طيب ممكن الاقي ان هو كاتبها لي بالطريقه دي ح م مسافه الف ر، بنشوف تقريبا كلنا الكلام ده. طيب برضو ممكن يكتبها بالطريقه دي. فطول ما انا كاتب بالطرق ديت مفيش اي حاجه من اللي انا كاتبها دي ينفع ان هي تتكتب عندي في كومنت او بوست، ولكن هرجع تاني واقول لك ان يقدر يكتبها لك في المسجات بينك وبينه. طيب عندي نقطة تاني أخيرة مهمة، وهو بيقول لي الإيدج، وده هنا في حالة إن أنا عايز أقول له إن الصفحة بتاعتي بتعرض حاجات لل 17 فيما فوق أو 18 فيما فوق، أو إن الصفحة دي فيها الكحول، يعني ببيع مثلا كحول فيها. طيب لو أنت الصفحة بتاعتك عادية، وده غالبا أغلب الصفحات، فخلاص بابليك. لكن لو الصفحة بتاعتك بتعرض حاجات زائد 18 تمام، فيها مثلا عنف او قتل او شتايم او زائد 18، وانا مش مخليها زائد 18 وحد دخل عمل ابلاغ على الصفحه بتاعتك، دي هتسبب لك مشكله على الصفحه. بعديها يا شباب عندي حاجه اسمها بيج اند تاج ان. لو دوست كده عليها بلاقي ان هنا بيقول لي who can post on your page، يعني مين اللي يقدر ينزل بوست عندك على البيج. فانا طبعا بخليها only me مش everyone، يعني مش اي حد يخش ينزل بوست عندي على الصفحه. طب هل اصلا في ناس ممكن تنزل بوستات عندي على الصفحه؟ وهو ليه حاطط الاوبشن ده؟ دي الصفحه بتاعتي انا، يعني ما ينفعش حد يخش ينشر بوست عليها. لا، في طبعا صفحات زي صفحات الوظائف تبقى الصفحه مخليها everyone، بحيث ممكن اي حد يخش وينزل وظيفه، مطلوب سائق، مطلوب ايا كان. طيب only me دي مش معناها ان انا شخصي فقط، لا، دي معناها ان انا والادمنز اللي معايا والناس اللي هي بتبقى تحتينا بتساعدنا يعني. وعندي بعديها يا شباب دي بلوكينج. لو انا عامل بلوك لحد على الصفحه وعايز ان انا اشيل البلوك ده، باجي هنا وادوس على اديت، وبقدر ان انا اقول له سي يور بلوك ليست، او ان انا اضيف بلوك لحد. لو انا دوست على سي يور بلوك ليست هنلاقي ان في مجموعه من الناس اللي معمول لها بلوك، انا مش عارف هم معمول لهم ليه اساسا، ولكن لو انا عايز ان انا اشيل البلوك بقدر ان انا اشيله من هنا. وبعد كده يا شباب عندي اخر حاجه هنا واسمها اكسس اند كنترول. لو دوست كده عليها بيقول لي لو انت عايز تقفل الصفحه مؤقت وتقدر ترجعها تاني. وهنا لو انت عايز ان انت تدلت الصفحه تماما. طب حد هنا يجي يسالني سؤال ويقول لي طب مش ممكن لو انا الاكونت بتاعي اتسرق ممكن حد يخش يدلت البيج؟ ده فعلا ممكن يحصل، ولكن الفيسبوك بيبقى مخلي باله. كان زمان بيخلي ان الصفحه
ما تتمسحش على طول، بتقعد تقريبا 14 يوم، ولكن دلوقتي بقت الصفحه بتقعد 30 يوم عقبال ما بتتمسح. وخلال طبعا ال 30 يوم دول تكون قدرت ان انت ترجع الاكونت بتاعك وشيكت على الصفحه. ومع ذلك ان الفيسبوك بيجيب لك كل يوم تقريبا نوتيفيكيشن بيقول لك خلي بالك الصفحه هتتمسح، عايز ترجع في كلامك ولا لا. فبيديك زي نوتيفيكيشن بيقول لك خلي بالك ان الصفحه هتتمسح لو انت مش واخد بالك يعني. بعد كده بنرجع للصفحه بتاعتنا خالص، ممكن بندوس هنا على العلامه بتاعه الفيسبوك، وبعد كده بندوس على الصفحه تاني من هنا اكني داخل على البروفايل بتاعي. وبعد كده هنتعلم ازاي ان انا اعمل رسائل تلقائيه، لما حد يبعت لي رساله تقوم الصفحه بعتها له رساله تلقائيه على طول. طيب ده علشان اخش اعمل رساله تلقائيه لازم اخش طبعا على الرسائل، وبعد كده بلاقي كده شكل زي شكل كتاب العلوم بتاع سنه رابعه اسمه اوتوميشن، ادي اهو. بدوس كده على اوتوميشن، طبعا دي الرسائل اللي موجوده على الصفحه. بقعد ادور هنا على حاجه اسمها انستنت ريبلاي، لو ما لقيتهاش هنا بنزل تحت بلاقيها موجوده هنا، يعني هي لو مش موجوده هنا هتلاقيها هنا، اول مره ما تفتحها من هنا هتلاقيها بالشكل ده موجوده هنا. بندوس كده عليها ايديت وبتاكد ان هي شغاله، وبفعل معاها الماسنجر والانستجرام. وده زي ما قلت لك لو تفتكر من 5 أو 10 دقايق قلت لك ان انت لما تربط الانستجرام ما تنساش تفتح المسجات، بحيث ان هي تبقى كل حاجه مربوطه عندك بالفيسبوك، يبقى المتحكم الاساسي هو الفيسبوك. طبعا المسج التلقائيه دي هتظهر معاك في الفيسبوك اللي هو الماسنجر والانستجرام. هنا بيقول لك اهلا وسهلا ميخائيل، اترك رسالتك وسيقوم احد ممثلي الصفحه بالرد عليه في اقرب وقت ممكن. طيب لو حضرتك دلوقتي اسمك احمد ودخلت هيقول لك اهلا وسهلا ميخائيل ولا هيقول لك اهلا وسهلا احمد؟ لا، هيقول لك اهلا وسهلا احمد. طيب بنعمل الاوبشن ده ازاي؟ تعالى كده نشيل ميخائيل من هنا وبقول له اهلا وسهلا كذا. باجي بدوس هنا على الثلاث نجوم وبيقول لي انت عايز تقول له الفيرست نيم اللي هو ميخائيل، ولا اللاست نيم اللي هو ملاك، ولا الفول نيم اللي هو ميخائيل ملاك، ولا ايه بالظبط؟ فانا بقول له مثلا خليني في الفيرست نيم، وده طبعا حاجه ترجع لك انت. وبعد كده يا شباب بدوس على سيف تشينج، ولكن حابب ان انا ااكد معاك على نقطه مهمه جدا جدا. هتدوس على سيف تشينج، وارد جدا تلاقي ان هي اشتغلت وكل حاجه، ولكن هتلاقي فيها عطل. يعني المكان ده في الفيسبوك بيهنك كتير قوي، اللي هو بتاع الرسائل التلقائيه. فانت معلش لازم تخش تتاكد تاني ان هي شغاله وان اللي انت كتبته موجود. ووارد ان انت لو كل اللي انت كتبته ده اتمسح، ده انا باكد لك ان ده تمام مفيش اي مشكله، هو المكان ده بيهنك شويه. طيب بعد كده عندي اوبشن تاني، ساعات بنخش على صفحات بنلاقي فيها مثلا سؤال او 2 أو 3 أو 5 اسئله، لو دوست على سؤال منهم مثلا السعر كام، بلاقي ان هو تلقائي في ساعتها في نفس الثانيه بعت لي السعر على طول. الله، ده معمول ازاي؟ برضو بدور هنا على حاجه اسمها frequently asked question، لو ما لقيتهاش هنا، وده غالبا مش هتلاقيها هنا، هلاقيها برضو تحت هنا، وبدوس عليها على edit، ومن هنا بشغل برضو نفس الكلام بالظبط، وبنزل تحت انا اخري 5 اسئله. طبعا انا اقدر ان انا اضيف السادس والسابع والثامن، ولكن هو يعني اقصى حاجه ليك بالنسبه لك تكونوا 5. تعالى بس نشيل ده، تعالى نشيل ده ونعملهم سوا. يعني على سبيل المثال انا كاتب واحد هنا سعر السماعه وسعر الموبايل. طب عايز اضيف سؤال تاني، بدوس على اد انذر كويشن، وبنزل بفتح السؤال من هنا، بقول له مثلا سعر الكاب، فبقول له مثلا هنا 200 جنيه، يعني ده الرد. وبدوس خلاص بقفل ده كده، ده السؤال بالاجابه. بفتح مثلا سؤال تاني معاك لغايه 5 اسئله. العنوان شارع العباسيه مثلا. طيب في اوبشن تاني يا شباب، لو انا مثلا ببيع اكتر من منتج، يعني انا ما عنديش مثلا سماعه وموبايل ويعني هما 3 أو 5 حتى منتجات، عندي منتجات كتيره. طيب ممكن تعمل ايه؟ ممكن ان انت تعمل ديزاين زي ورقه كده مليانه المنتجات بتاعتك، زي مثلا كارفور والسوبر ماركت اللي هو بنلاقي فيه مجله كده مليانه وشامله العروض. وبعد كده بتيجي هنا مثلا سعر، يعني مثلا ولنفترض سعر المنتجات، وبتيجي هنا بتضيف حاجه اسمها ميديا، وبيفتح معاك الشكل ده. بتقدر ان انت تختار الصوره او المجله اللي حضرتك عاملها، واول لما هو بيدوس على سعر المنتجات بيتبعت له الصوره اللي فيها المنتج بالشكل بالسعر. تمام، ده بالنسبه للرسائل التلقائيه. هنقفل ده. بعد كده يا شباب هنتعلم ازاي ان احنا ننزل بوست على الصفحه بتاعتي. وحابب ان انا افكرك بحاجه مهمه، وان البوست بيتكون من 3 حاجات مش حاجتين، وهما الكونتنت، الكلام اللي بيبقى موجود من فوق، والكونتنت ده شامل معاه
هاشتاجز عادي جدا، وبيتكون رقم 2 من الديزاين او الفيديو، طبعا انا حاطط اكتر من ديزاين هنا، وبيتكون ثالث حاجه من الكول تو اكشن اللي هو كلمه السند مسج. طبعا لو انا مش موجود على الصفحه يعني داخل كاني عميل، بيظهر معايا الزرار ده اقدر ان انا ابعت من خلاله مسج. طيب بيتعمل بقى ازاي الزرار ده؟ بنيجي كده نكتب اكني بكتب الكونتنت بتاعي جدا عادي، وباجي بختار الصوره بتاعتي، وبعد كده يا شباب بنزل تحت شويه وبدوس على الثلاث نقط وبختار جيت مسج. طبعا عندنا حاجه اسمها جيت واتساب مسج، تمام، وهو طبعا كلنا بنشوفها، لو دوست كده عليها بيحولك على الواتساب، يعني بيحول العميل على الواتساب وانت بتقدر تتواصل معاه من خلال الواتساب. ولكن انا بفضل دايما الجيت مسج. ليه جيت مسج؟ لان اول حاجه لو انت مثلا بتبيع منتج والمنتج ده للسيدات او للبنات، فممكن في ناس او في بنات معينه مش بتفضل ان هي تخش تتكلم على الواتساب او تطلب الاوردر على الواتساب، في كده وفي كده. فانا بالنسبه لي لا، انا مش حابب ان انا اخسر عميل علشان موضوع الواتساب. طيب في ناس لسه معاها موبايلات، ممكن الموبايل ده يبقى مليان شويه فتقيل، او موبايل قديم شويه فالدنيا تقيله شويه. فكره ان هو يدوس على الواتساب، اللي بيحصل ان الابلكيشن بيعمل حاجه زي سويتش، بيخرج من الفيسبوك وبيفتح معاك ابلكيشن جديد خالص وهو الواتساب. فممكن في النقله دي الموبايل يهنج فما يقدرش ان هو يتواصل معاك، فبرضه اكون خسرته. لكن هنا انا بكلمه من خلال الفيسبوك، فبالنسبه للفيسبوك هو الماسنجر، يعني هما الاثنين شبه واحد. بعد كده بيكون السند مسج نزلت معايا وبدوس على نيكست، وبعد كده بدوس على بوست عادي جدا. طيب في حاله يا شباب ان انا مسافر مثلا الاسبوع الجاي ومتعود ان انا انزل كل يوم حد وثلاث وخميس، طيب في حاله يا شباب ان انا مسافر الاسبوع الجاي وانا متعود ان انا انزل كل يوم حد وثلاث وخميس بوست على الصفحه، وانا في السفريه دي مش هكون فاضي ان انا افتح وانزل بوستات. طبعا بكون مجهز البوستات وبخش على حاجه اسمها ميتا بزنس سوت، وبعد كده بختار حاجه اسمها بلانر، وبختار حاجه اسمها كرييت بوست. وبرده هنا لو انا رابط الفيسبوك والانستجرام بقدر ان انا انزلهم على الفيسبوك والانستجرام مره واحده عادي. بكتب عادي الكونتنت بتاعي عادي جدا، وبختار الصوره بتاعتي، وبنزل تحت يا شباب بلاقي برضو ان الجيت مسج هنا اللي هي الكول تو اكشن اللي هو الزرار اللي بيبقى هنا. ولكن هنا برضو في تهنيجه بتحصل في الفيسبوك، لو دوست عليه هتحصل تهنيجه، فانا هقول لك تدوس عليه امتى، يعني تدوس عليه قبل ما تدوس على بابلش. طيب انا داخل هنا علشان اقول له سكادول اوبشن، ان انا بفتح كده السيت ديت اند تايم، وبقول له انا عايز البوست ده ينزل على الفيسبوك يوم مثلا 14 الساعه مثلا 1 مثلا الظهر مثلا، او الساعه 8 بالليل، وهكذا ينزل برضو يوم 14 على الانستجرام الساعه برضو 8 بالليل. بعد كده خلاص انا هدوس على سكادول. قبل ما ادوس على سكادول يا شباب بدوس على الجيت مسج، دي تبقى الخطوه الاخيره خالص اللي بنهي بيها. لما يحمل ويجيب لي الصوره بدوس على كلمه سكادول. طبعا هنا بيقول لي لو انت عايز تعمل اعلان ممول ب 49 جنيه وهكذا، فانا بقول له ميبي ليتر، مش دلوقتي خالص. فهنلاقي ان فعلا هينزل على الفيسبوك وعلى الانستجرام الساعة 8:03 يوم 14 اللي هو هيبقى يوم الخميس، وهكذا. ولكن في حاجة مهمة حابب ان انا اقولها لك، ما يفضلش انك تعمل الاوبشن ده دايما، اعمله بس في الوقت اللي انت ايرجنت قوي، انت مش هتبقى فاضي فعلا اليوم ده. ليه؟ لان الفيسبوك بيعتبره بوست بايت، يعني بايت في الثلاجة، مش بوست حصري، مش بوست لسه نازل دلوقتي مهم عايز يوريه للناس، عايز الناس تعرف الخبر ده من خلاله، من خلال الفيسبوك. فالخبر ده بايت من 3 ايام، فده خبر يعني مش هيبقى مهتم قوي ان هو يوديه للناس. هتلاقي دايما البوست ده الريتش بتاعه واقع شويه، يعني الفيو الناس اللي شافته مش كتيره، مش زي البوست العادي. وقبل ما اقول ان دي نهايه السيشن بتاعت النهارده، حابب ان قبل ما تخش السيشن رقم 2 تكون مجهز الصفحه بتاعتك علشان تبقى ماشي معايا خطوه بخطوه، وتكون جربت كل كلمه انا بقولها عملي مع نفسك علشان تقدر تفهم معايا السيشن اللي جايه. ولو عندك اي اسئله اكتبها لي في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك في اسرع وقت ممكن. شكرا ليكم، اشوفكم السيشن رقم 2.